أهلاً وسهلاً بالجميع. مع اقتراب شهر رمضان في سؤال دايماً يتكرر عند الكل تقريباً: كيف ممكن نخلي رمضان هالسنة شهر يغيرنا تغيير حقيقي؟ لكن إيش لو كانت الإجابة مو في إن نزود العبادات وبس؟ إيش لو كانت في مكان ثاني تماماً؟ خلونا نشوف مع بعض وجهة نظر جديدة ممكن تماماً تغير أولوياتنا في رمضان. شوفوا، كثير مننا يدخل رمضان بحماس كبير، حماس للصلاة، لقراءة القرآن، لكل شيء. بس المشكلة إنه مع نهاية الشهر بيسيطر علينا الشعور إنه في شيء أساسي ما تغير، كأننا نرجع لنفس النقطة كل سنة، وكأننا عالقين في دائرة مغلقة. وهذا هو السؤال اللي يلمس تجربة ناس كتير. يا ترى إيش السبب الحقيقي؟ هل المشكلة في كمية العبادة اللي نؤديها؟ ولا يمكن في نوعيتها؟ أو حتى في ترتيب أولوياتنا؟ وهنا بالضبط يجي جوهر الموضوع كله. إيش الأهم؟ نركز على عدد الختمات اللي نخلصها، ولا في عمل تاني مفروض يكون هو رقم واحد في قائمتنا عشان نحقق أكبر فائدة روحية ممكنة؟ وهنا نوصل للفكرة المحورية اللي يقدمها الشيخ محمد حجازي، واللي تعتبر نقلة نوعية في التفكير. الفكرة ببساطة مو إننا نضيف عبادات زيادة، لا، الفكرة هي إننا نزيل العوائق أولاً، يعني تطهير قبل التزيين. الفكرة اللي دايماً في بالنا هي إننا محتاجين بس نبني جدار أعلى وأعلى من الحسنات، لكن الطرح هذا يقلب المعادلة كلها. طيب، إيش لو كان الحل مو في إضافة طوب جديد، بل في إزالة الطوب الفاسد اللي قاعد يضعف الأساس كله؟ خلونا نتخيلها كده: الذنوب حتى لو كانت صغيرة بتشكل طبقة عازلة وصلبة فوق القلب، ولما تيجي العبادات تكون زي المطر اللي ينزل على هالطبقة، ما يقدر يخترقها ولا يروي القلب. يعني النور موجود، بس الحاجز هذا مانعه من الوصول. وهذه هي الخلاصة. قبل ما نحاول نملي الوعاء بعبادات جديدة، لازم أول شي ننظفه ونطهره. الأولوية القصوى هي لتنقية القلب، والاستغفار هو الأداة، هو وسيلة التنظيف اللي تخلي كل عبادة بعدها إلها نفع وتأثير أكبر بكتير. وهذه النقطة توضح الفكرة بشكل مخيف شوي. المصدر يستشهد بحديث نبوي عن المفلس يوم القيامة. المفلس مو اللي ما عنده فلوس، لا، المفلس هو الذي يأتي يوم القيامة ومعه جبال من الحسنات، صلاة وصيام وزكاة، لكنه في نفس الوقت أذى هذا وشتم ذاك. فاللي يصير إن حسناته تتوزع على الناس اللي ظلمهم لين ما تخلص كل حسناته وينتهي أجره. طيب، خلونا ننتقل للجانب العملي. بناء على هالمفهوم، المصدر يعطينا خطة واضحة ومباشرة للي حابب يبدأ هذا المنهج لأول مرة في رمضان. نعم، 30,000. ممكن الرقم يبدو كبير جدا، لكن الهدف مو العد بحد ذاته. الهدف هو الوصول لحالة من لزوم الاستغفار، يعني أن اللسان يكون دايما رطب بذكر الله وطلب المغفرة، في السيارة وإحنا ننتظر وإحنا نمشي. الهدف هو كسر حاجز الذنوب بشكل مستمر وفعال. إذن مهم جدا نلاحظ الترتيب هذا لأنه هو الأساس. الخطوة الأولى نوقف النزيف، يعني نوقف فوراً عن تراكم الذنوب مثل الغيبة وغيرها. الخطوة الثانية نحمي الأساس، يعني نحافظ على الصلاة في وقتها. الخطوة الثالثة نجي لمرحلة التطهير الشامل والمكثف بالاستغفار. وبعد كل هذا، فقط بعد كل هذا، تجي الخطوة الرابعة: التزيين والتجميل بعبادات إضافية مثل قراءة القرآن. ما ينفع نبدأ البناء قبل ما ننظف الموقع. طيب، ماذا عن الناس اللي أصلاً عندهم برامج عبادة ثابتة، مثلاً اللي ملتزمين بورد يومي من القرآن؟ المصدر يقدم لهم أيضاً خطة مخصصة تدمج هذا المفهوم مع روتينهم الحالي. نلاحظ هنا إن الهدف العددي للاستغفار أقل. طيب ليش؟ السبب إنه يندمج مع عبادات قوية تانية إلها أثرها الخاص في التطهير والبناء الروحي. الهدف هنا هو الموازنة، يعني نحافظ على التطهير وفي نفس الوقت نستمر في البناء اللي قائم أصلاً. البرنامج هون يصير متكامل أكثر. ما نترك الأوراد اللي إحنا ماشيين عليها، لكن نضيف لها الاستغفار كعنصر محوري وأساسي. نقدر نقول إنه زي الوقود اللي بيعزز قوة وتأثير كل العبادات التانية، من قراءة القرآن إلى قيام الليل. لكن ليش كل هذا التركيز على التطهير والاستغفار؟ يعني إيش هي الغاية النهائية اللي نسعى لها من خلال هذه الاستراتيجية الرمضانية؟ الجواب مرتبط بأعظم فرصة في هذا الشهر الكريم. هذه الليلة مو مجرد ليلة عبادة عادية،
هذه هي الليلة اللي تم فيها توزيع الأرزاق وتحديد المصائر للعام الجاي كله. هي ليلة التغيير الجذري. وهنا تتجلى الحكمة من كل هذا. كل هذا الجهد في ترك الذنوب والاستغفار مو هو الهدف بحد ذاته، بل هو الإعداد والتجهيز، هو الصقل للقلب وتلميعه عشان يوصل لأنقى حالة ممكنة في هذيك الليلة المصيرية. لأنه لما يكون القلب طاهر يكون الدعاء مسموع، ويكون صاحبه أهل أنه ينكتب له قدر جديد مليان بالخير والفتح. والتأثير هنا مو بس روحي، بل يمتد عشان يغير واقع الحياة. التغيير اللي يكتب في ليلة القدر ممكن يظهر على شكل قفزة نوعية في كل شيء، في الصحة، في الرزق، في العلاقات، وحتى في الشعور بالسكينة والطمأنينة الداخلية. وفي النهاية هذا الطرح يتركنا مع سؤال عميق. بعد ما عرفنا أنه مفتاح التغيير يمكن ما يكون في إضافة المزيد، بل في إزالة اللي يمنع، هل ممكن يكون هذا الرمضان هو البداية الحقيقية لحياة جديدة؟